السلام عليكم. ناس كتير سالتني على البايك البنيلي تي ان تي 250. الموتوسيكل بينزل 249 سي سي او 250 سي سي، واحد سلندر، بيديك حوالي 28 حصان، جنط 17، تانك 17 لتر، صغير شويه، فرامل ديسك امامي وخلفي، وتوب سبيد حوالي 145 144 تقريبا في الرينج ده. وزنه 159 كيلو، يعتبر مش خفيف، زائد ان المساعدين قدام مقلوب. نبدا بالمميزات. البايك قوي جدا. لو انت خارج من الصيني فهو يعني هتحس ان انت سايق ياباني. يعني لو انت جربت الصينيات ال 200 والحاجات ده، هو بيحط على اي حاجه في الرينج ده. موتوسيكل ستيبل في الطرق السريعه، ستيبل ما فيهوش اي مشاكل، تحس ان هو ثابت على الطريق وماشي وحش كده في الطريق لحد 120 130 معاك تمام جدا وثابت. الفرامل بتاعته محترمه جدا، ما شفتش فيها اي مشاكل. تبريد ميه فبيديك اداء احسن في المسافات البعيده وفي السفر وكده، وبيستحمل معاك اكتر. نقول العيوب: قعدته مش مريحه قوي، مش اريح حاجه. التانك شايف ان هو صغير، كان ممكن يكبر اكتر ورجلك تدخل جواه فيه، يعني كان هيبقى اريح طبعا. العداد بتاعه سيء جدا، يعني تحس ان انت صغير قوي، مبقاش شايف منه كويس. انا ما حبيتوش خالص. البايك بعد ال 100 حاجه و40 او 140 ساعات بيعمل ديس وابل، بتلاقي مره واحده الجدون بيرعش منك. ما اعرفش، حصلت معايا وحصلت مع كذا حد. مش كل الغيارات قويه، تقريبا اول تاني تالت رابع خامس وسادس بحسهم ضعاف جدا، كانهم مش يعني السادس بحس انه مش موجود اصلا، هو بس بيريح الموتور. واكبر مشكله اللي خلتني ابيعه هي عدم توفر قطع الغيار. بايك ملوش قطع غيار منتشره في مصر، واللي موجود غالي. يعني انا البايك كنت في الجراج، اتخبط في بتاع الايه، المقبض اتكسر، مقبض الفرامل تقريبا، مش عارف فرامل او دبرياج. ليه اروح اجيب مقبض صيني ب 400 جنيه؟ انا مش فاهم ليه ده ممكن يحصل. فالفانوس بتاعه اللي قدام مش عارف كان ب 5000 جنيه او ب 6000 جنيه. فهو قطع غياره نادره جدا، التوكيل مش بيوفرها. فحاجه سيئه جدا خلتني اضطر ابيع البايك. ومن اكبر المشاكل اللي نزلت في مصر في البايك التي ان تي 250 هو الاسترخاص، وهم رخصوا وحطوا فرد كاوتش سيئه جدا. فرد الكاوتش اللي ورا قدام بيزحلقوا بطريقه بشعه. انا يعني فرامل قدام دي بجد كنت ما بدوس فرامل في اي منطقه كان البايك كاوتش بيتزحلق، فدي حاجه كانت غريبه جدا. فالموتوسيكل ده من اكبر عيوبه فرد الكاوتش. فانت لو هتجيبه، نصيحه: فك فرد الكاوتش اللي فيه وحط فرد كاوتش محترمه، صيني محترمه. ركب فرده ورا تكون اعرض شويه، لان هو بينزل بفرده تقريبا 140. يعني مش احسن حاجه في فرد الكاوتش بصراحه. طيب تجيب البايك ده امتى؟ انا شايف ان هو بايك قوي ويعني موفر في الاستهلاك وفي البنزين، مريح في الزحمه. فلو انت شخص رايح بيه الشغل هيبقى كويس جدا معاك. انا رحت بيه قبل كده الساحل كده ورجعت عادي، مفيش اي مشكله. كنت بروح بيه التجمع اكتوبر، الدنيا كانت كويسه جدا معايا. هو بس في الطرق السريعه قوي مش هيديك التوب سبيد قوي، او اللي هو فاهم جراي وكده، بس هو بالنسبه لفئته فهو كويس جدا، عملي معاك في المشاوير دي. انا شايف عيوبه في حته قطع الغيار غاليه. هو هيديك قطع غيار مش بتتغير كتير بسرعه، بس في نفس الوقت هي غاليه قوي. طب ما انا اجيب ياباني. ما هو دلوقتي مثلا بتتكلم جديد اللي موجود في المعارض بيتكلموا في 120 الف جنيه مثلا. طب ما انا ب 120 الف جنيه ازود شويه اجيب ياباني، هيبقى تقريبا نفس المصاريف، لان هو حاجاته غاليه. فهي بس الحته دي هي دي الحته اللي فيها المشكله، انا شايف بالنسبه لي يعني. بس غير كده هو كويس. طبعا ما ينفعش خالص للشغل، لان قطع غياره زي ما قلنا غاليه جدا، فهو ابعد عنه خالص في الشغل. فده في الاخر التقييم بتاعي النهائي بتاع التي ان تي 250. فانتوا احسبوها وشوفوا، بس ما تتسرعوش في اختيار موتوسيكل يكون مش مناسب لاحتياجاتكم. سلام.